السلام عليكم محبة المشاهدين، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. مشاهدينا الاعزاء، نرجو من حضراتكم قبل مشاهدة هذا الخبر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ووضع لايك للفيديو لكي يصلكم كل ما هو جديد من قناتنا اول باول. قناة تختص بنشر اخبار الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وكذلك بعض الفئات الاخرى والاخبار الاخرى، فيمكنكم الانضمام بها الان. الخبر الأول، طبعا عندنا بعض الأخبار الهامة لهذا اليوم. الخبر الأول: وزارة التجارة تعلن إطلاق قطع وتجهيز الوجبة العاشرة من السلة الغذائية يوم غد الأحد. وزيرة المالية توعز بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بنقل الخدمات وتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والإرهابية والمفصولين السياسيين. رئيس الوزراء يستمع إلى إيجاز يتضمن معالجة آثار ارتفاع سعر الصرف على الفئات الأوطى في الدخل. استمع رئيس الوزراء محمد شيع السوداني اليوم إلى إيجاز تضمن البحث في سبل معالجة الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف للعملة الأجنبية وأثره على الفئات الأوطى في الدخل. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أنه اجتمع السوداني بوزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي وعدد من الكوادر المسؤولة في الوزارة لمعالجة الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف للعملة الأجنبية وأثره على الفئات الأوطى في الدخل. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء ناقش الوسائل العلمية العملية والفعالة لإعانة مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد الباحثين الاجتماعيين، موجها إلى المباشرة في إجراء البحث الميداني للمستفيدين الجدد تمهيدا لشمول المستحقين منهم ضمن موازنة العام القادم. كذلك وجه بإكمال مواد البطاقة التموينية للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة. عالي صيف راتب العامل الأجنبي في الحقول النفطية يعادل رواتب 246 موظفا عراقيا. طالبت النائبة عاليا صيف اليوم السبت رئيس الوزراء ووزير النفط بفتح تحقيق حول استلام العمال الأجانب العاملين في حقل الغرف النفطي رواتب أعلى بكثير من راتب العامل العراقي خلافا للقوانين والتعليمات الحكومية. وقالت في بيان أنه استنادا إلى ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية نصف سنوي لعام 2021 تدفع شركة بتروناس الماليزية المشغلة لحقل الغراف النفطي للعمال الأجانب رواتب شهرية تصل إلى 85 ألف دولار للعامل الواحد، أي ما يعادل 123 مليون دينار، وهذا المبلغ يعادل رواتب 246 موظفا عراقيا أو 123 مهندسا عراقيا. وبينت نصيف أن هذه الرواتب الفلكية للعمال الأجانب ليست فقط هدرا للمال العام بل ضياعا لحقوق العامل والمهندس العراقي المحروم من هكذا فرص بسبب عدم قيام الجانب العراقي أثناء التعاقد بإلزام الشركة الأجنبية بتشغيل عمال ومهندسين عراقيين وعدم ضبط رواتب العمال الأجنبية وجعلها تتناسب مع رواتب العاملين في القطاع الحكومي وفقا للقانون العراقي. وشددت نصيف على ضرورة قيام رئيس الوزراء ووزير النفط بتفعيل الفقرة الموجودة في المنهاج الحكومي والتي تنص على إجراء مراجعة للعقود السابقة التي تنطوي على هدر المال العام. وزارة الداخلية تشكل لجان طبية لفحص المنتسبين المراد إعادتهم إلى الخدمة. أعلنت وزارة الداخلية اليوم تشكيل لجان طبية مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم إلى الخدمة. وذكر بيان للوزارة أن المقابلات تشمل المستقلين والمفصولين والمطرودين والملغاة أوامر تعيينهم لعدم التحاقهم. وأضاف البيان أن مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية أصدرت الأمر الإداري ذي العدد في 2 تشرين الثاني 2022 والمتضمن تشكيل 5 لجان طبية من منتسبي المديرية من أصحاب الاختصاص بالاشتراك مع الملاكات الطبية العاملة في قسم الأمور الطبية والمستوصف الصحي الأكاديمي الشرطة لتولي مقابلة المشمولين بإعادة للخدمة من الفئات الواردة ذكرها وإجراء الكشف الفحص الطبي ابتداء من يوم الأحد المصادف 6 تشرين الثاني ولمدة 45 يوما لغاية إكمال فحص المشمولين كافة. هنا وصلنا خبرنا هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.